7 علامات أو رسايل للزوج تقول لك الحق زوجتك قبل ما تسيب عشك. أول حاجة علامة العوز العاطفي، بتبين لك إنها مش مبسوطة، محتاجة تتكلم معاك، محتاجين تخرجوا سوا لوحدكم، بتشتكي كتير وتزن على حاجات كتير قديم وجديد وأنت مش فاهم هي عايزة إيه، أنت بتسمي ده نكد وعلم النفس بيسميه احتياجات غير متلبية. تاني حاجة تبدأ مرحلة العصبية ومش مستحملة منك كلمة ومش قادرة تسيطر على انفعالاتها حتى مع الولاد. بعدها تدخل في الفيز الجديدة وهي الايموشنال ديسكونكت أو الانفصال العاطفي، هتبطل تزن وتبطل تطالبك بأي حاجة، تبطل تهتم بيك وبتفاصيلك. أما مرحلة الإنهاك واليأس وفقدان الاهتمام أو اللوس اوف انترست، هتبدأ تهمل في بيتها ومسؤولياتها وحتى في نفسها وأناقتها، وتفقد أنوثتها وقدرتها على العطاء. مع استمرار الحال هتبدأ تظهر عليها أعراض نفسية واكتئاب واضطرابات نوم. بعدها هتدخل في مرحلة أصعب، السايكوماتيك، قولون، غدة درقية، تكيسات مبايض، ضغط، سكر، كل دي أعراض وراها أسباب نفسية. خلصت الرسائل والعلامات هتبدأ تطلب صراحة الانفصال وإنها مش قادرة تكمل. وقتها محاولاتك قصيرة المدى انك تتغير اسبوع اسبوعين معاها لغايه ما هي تهدى ما بقتش تجيب نتيجه، وبعد كل العلامات دي تيجي انت تقول انا اتفاجئت انها مشيت وسابتني. قبل ما توصل للمراحل دي اعمل محاولات جاده للتواصل معاها يوميا وافهم احتياجاتها واعمل فاليديشن لمشاعرها، اوجد لها حلول لمشاكلها. صدقني هي محتاجه منك حاجتين، اهتمام وطبطبه. هفكرك بوصيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، رفقا بالقوارير لان الست كتله من المشاعر سهلة وسريعة الكسر. هقول لك اتق الله في زوجتك وحافظ على بيتك لانك راعي ولانك مسؤول عن رعيتك.